ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الفول بس بطريقه غير المعتاده واللي احنا عارفينها. هنعمل طاجن فول بالبيض والخضار والزيتون والليمون المعصفر. يا رب ان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى، هنجيب طاسه على النار ونحط فيها مكعب من الزبده. طبعا ما دام في زبده يبقى لازم هنحط شويه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش معانا. نكون بقى محضرين فلفل الوان وفلفل سبايسي حسب ما انتوا عايزين. هنشوح الفلفل ده كله في الزبده والزيت، وبعد كده ننزل بطماطمايه نكون مقطعينها مكعبات زي ما انتوا شايفين. الكلام ده كله هياخد تشويحتين كده حلوين على النار لحد ما يبتدوا يتبالوا معايا. نكون مجهزين ايه بقى؟ نكون مجهزين ليمون معصفر مقطعينه مكعبات زي ما انتوا شايفين. هننزل بالليمون كده على الخضار اللي احنا شوحناه، ما تتخيلوش ده بيودي الطاجن في حتة تانية خالص. تحفة يا جماعة. هياخد برضو تشويحة كده. نكون مجهزين الفول. انا الفول بكون مدمساه في البيت او تشتروه من بره زي ما انتوا عايزين. هننزل بالفول ونقلبه مع شويه الخضار الحلوين اللي احنا عملناه ده. انا حسيت ان الفول تقل معايا، هنديله شويه ميه علشان يبقى قوامه حلو وسلس عشان لسه هيخش معايا الفرن. نديله بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، حسب الرغبه. نكون مسخنين الطاجن في الفرن، بعد كده ننزل بالفول كده في الطاجن ونسويه. ونكون مجهزين بقى بيض حسب افراد الاسره. يعني الطاجن ده هيقضي فردين 3 زي ما انتوا عايزين. مادام في بيض يبقى لازم هنحتاج فلفل اسود كده نرشه على البيض، وحطيت برضو رشة ملح. وبعد كده بقى زينته بالزيتون اخضر اسود. لو عندك بسطرمة، عندك سجق، اي خضار انت حباه. وبعد كده بقى رشيت عليه برضو فلفل رومي كده مكعبات. وبعد كده بقى حطيت كم مكعب زبدة كده على الوش عشان يساعدوا في سوى البيض. وحطيته في الفرن من تحت حوالي 10 دقايق، وحطيته تحت الشواية حوالي 5 دقايق عشان يدينا اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. صدقوني طاجن حلو قوي هينفعنا في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ان شاء الله يعجبكم. وكان معاكم سوسن سليمان. باي باي.